وهو بيشحت بيجي واحد وبياخد الفلوس بتاعته، والشحات بيستغرب وبيقول له انت بتعمل ايه، وما بيردش عليه وبيمشي، وبيطلع يجري وراه وبيدخل وراه الفندق. ولما بيدخل الظابط بيوقفه وبيقول له انت عايز ايه، وبيقول له الولد ده سرق فلوسي، وبيقول له ده رجل اعمال هيسرق منك انت. وفي موظفه بتسمعه وبتروح له وبتقول له انت متاكد ان ده اللي سرقك، وبيقول لها اه ده اخد فلوس المقطوعه ومشي. وبتقول له طب استنى هنا، وبتروح لراجل اعمال وبتقول له عايزين فلوس الخدمه عشان تشوف الفلوس اللي معاه وتتاكد من كلامه. وبيطلع الفلوس وبيديها لها، وبتشوف ان الفلوس قديمه ومقطوعه زي ما قال لها، وبتقول له مش عيب لما تسرق من واحد بيشحت. والناس بيبصوا عليهم وبيبداوا يسمعوا، وبيزعق لها وبيقول لها روح عندها مديرك، وبتقول له مش فاضيلك، وبيقول لها عادي هيفضل ابنه. وبتتصدم لما بتعرف ان ده ابن صاحب الفندق، وصاحب الفندق بيسالها عمل ايه، وبتقول له ده سرق فلوس واحد بيشحت. وبيزعل ابنه وبيقول له تعرف لو حد شافك ايه اللي هيحصل في الفندق، وبيقول له لا الكلام ده كان بره الفندق. وبيزعل البنت وبيقول لها طالما من بره الفندق انت زعلانه ليه، وبتستغرب وبتقول له يعني عادي ابنك يسرق، وبيقول لها يعني انت عامله الحوار ده كله على الشحات ده. ولما بتخرج بتطلع فلوس من معاها وبتقطعها عشان تديها له، ولما بتديها له بيعرف ان دي مش فلوسه، وبيقول انا ما اقبلش اني اخد فلوسي. وابن صاحب الفندق وهو قاعد بيقول للبنات تعالوا نسهر مع بعض، والبنات بيتريقوا عليه وبيقولوا له مش بنخرج مع واحد حرامي، وبيتضايق جدا وبيحب ينتقم منه، وبيعمل نفسه بيتخانق معاه وبيحط له محفظته في جيبه. وبيجي البوليس وبيقول فيه ايه، وبيقول لهم ده سرق محفظتي. ولما بيفتشوه بيلاقوا فعلا في جيبه محفظته، والبوليس بيقبض عليه. والبنت بتروح لصاحب الفندق وبتشغل الميكروفون عشان الكل يسمع، وبتقول لهم مش حرام عليكم تحبسوا واحد ما عملش حاجه. وبقول لها لو عايزه تسمعيها فهقولها لك، انا اللي حطيت المحفظه عشان احبسه. وبقول لها انت مطروده، وبتقول له انت لازم تتحبس على اللي انت عملته ده. وبقول لها لا الناس الاغنياء اللي زينا مش بتحبسوا. والبوليس بيكونوا سامعينهم، وبتوري له انها كانت مشغله الميكروفون، وبيبص في الكاميرا وبيلاقي الناس كلها كانت سامعاهم. ولما بيروحوا يهربوا بيلاقوا البوليس قدامهم وبيقبضوا عليهم. والشحات بيشكر البنت عشان انقذت حياته.